تسجيلات إمام الزمان تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألا تعجبون يا إخواني لهذا الإمام الاثني عشر؟ أقول له قال الله قال الرسول، الروايات الصحيحة عن أهل البيت، يذهب ويأتي بابن بطة وابن مدري إيش والحيوان للجاحظ وما أدري مين، لا، والطريف في الأمر يجيب يقول شوف الجاحظ يقول في الحيوان أن قبر العباس ما بني عليه قبة. طيب من بناها؟ الله يهديك يا إبراهيم، وفقنا الله وإياك لما يحب. من بناها؟ طيب بين الجاحظ وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرون. من اللي قال كل اللي بناها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من اللي قال كل بناها الصحابة؟ ما بنيت إلا لما تطاول العهد ودخل الزنادقة في دين الله عز وجل، فبدلوا وغيروا. هداك الله عز وجل. لاحظوا أنه ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن الحسن ولا عن الحسين بأي أثر يدعم معتقده، مع أن لو كانوا يملكون لأتوا، لكن ما يملكون. جاب لي رابط وبيروح يدخل على الرابط. لا صراحة أفحمتني وأنا أتحداك أن تأتي عن علي رضي الله عنه وأرضاه بدليل واحد، أو الحسن والحسين رضي الله عنهم نبدأ بهم. حديث واحد يقولون ابن القبور، عظموا القبور، حجوا إلى القبور، صاروا يعني جماعات وأفرادا في الذهاب إلى القبور. أرجو من الإخوان يعني ما حد يكتب على التكست رجاء. القى الناس الله يرضى لي عليك، لا تضيعون وقت ولا تشغلوني، لا حد يكتب رجاء. طيب، مقام النبي عند علي أعظم من مقام عند إبراهيم الزعيم وعند السيستاني وعند غيره من المراجع. مقام الزهراء عند علي أعظم من مقامه عند إبراهيم الزعيم وعند المراجع. مقام النبي والزهراء وعلي عند الحسن والحسين أعظم مما هو عند إبراهيم والمراجع. ما بنوا قبة ولا طافوا على قبر ولا عظموه ولا حجوا إليه ولا جعلوا فيه 1000 حج و1000 عمرة و1000 غزوة مع نبي مرسل. ما قال هالكلام. هذا دين يراد به تبديل دين المسلمين. لا، الطريف في الأمر أن أفضل ما تكون العبادة عند تلك القبور التي أريد من البناء عليها، إنما أريد بها تعظيمها من دون الله سبحانه وتعالى حتى يصرفوا عن الحج. هذه هي الغاية. تبديل المقدسات، تغيير الدين لتصبح كربلاء أعظم من الكعبة. تبين أجيب الكلام رواياتك في تفضيل كربلاء على الكعبة وأقوال علمائك لتكون قم مقدسة. من وين لها القداسة؟ وحرم بعد، حرم، وكربلاء حرم وغيرها حرم. ذكرتني يعني ولا ما يحتاج خليني أطوف. كربلاء أعظم، قم صارت حرم. لا إله إلا الله. الحج إلى قبر الحسين صار أعظم من الحج إلى بيت الله. أعوذ بالله. اللهم إني أستعينك يعني على هذا الرجل، لا أدري كيف يفهم. أسأل الله أن يوفقني وإياك لما يحب يا إبراهيم، وأن يوفق من يسمعني من الإمامية الاثني عشرية إلى الحق. أطالبك الدليل مرة وثانية وثالثة، وإذا ما جبت عن الله ولا عن رسوله ولا عن علي وعن الحسن والحسين ولا عن الصحابة فأنت قد بهت في هذه المناظرة. اذهب تنظر إلى شذوذات الأقوال وابحث عنها ما استطعت، تدور من ابن جبريل وابن بطة، لكنك ما راح تجيب من الكتاب والسنة شيء ولا عن الحسن والحسين شيء أبدا، ولن تستطيع. وإلى نهاية المناظرة سيرى الجميع أنه لن يستطيع، لأن الدين مفترى على أهل البيت. طيب، جاء بقصة مسجد الخيف، وأنه قبر فيه 70 نبيا. شبهة متهالكة قديمة جدا، والرد عليها سهل وأسرده باختصار. أولا، الحديث باطل منكر، ما صححه أحد من الأئمة، ولم يستدل به أحد من أهل العلم المعتبرين المتقدمين. لماذا؟ لأن حديث منكر. أبينها من وجوه سريعة.
أولا هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة بل المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على لعنه لليهود والنصارى المتخذين قبور أنبيائهم مساجد، بل لعنه المتخذين القبور مساجد بإطلاق سواء أنبياء ولا غيرهم، بل مخالف لأحاديث صحيحة أخرى في ذلك فيها تحريم الصلاة إلى القبور إلى آخره. كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يلعن اليهود والنصارى ويروح يصلي في مسجد الخيف؟ كيف؟ بين لي. ويأمر الناس يعني أن يصلوا مسجد الخيف؟ يرضى أن يصلي الناس بمسجد الخيف؟ يحذر أن يتخذ قبره عيدا ولا يحذر أن يتخذ قبور الأنبياء 70 عيدا ومسجدا. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الأمر. الأمر الثاني، وين قبور الأنبياء في مسجد الخيف؟ قل يا إبراهيم، شوفوا قبور الأنبياء في مسجد الخيف. لو كان هذا الحديث صحيح وهو منكر وباطل لحرم النبي صلى الله عليه وسلم وطأ قبورهم لأنها مندرسة لو كانت موجودة ما حد يراها. ادخلوا مسجد الخيف ما تلقون شيء. لحرم النبي عليه الصلاة والسلام أن توطأ قبورهم، أن تداس، أن يجلس عليها، أن يصلى عليها وإليها. ولوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته، فلما لم يكن ذلك ظهر بطلان الحديث وخلو المسجد من تلك القبور. ثالثا، الحديث مخالف للروايات الصحيحة التي جاءت بهذا النص. والروايات الصحيحة تقول أن مسجد الخيف قبر فيه، وقد رواه جماعة من أهل العلم موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية تقول رواه محمد بن الفضيل عن عطاء بن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطرانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام من ليف له ظفيرتان. وهذا الحديث اسناد رجاله صحيح حفاظ ثقات احتج بهم في الصحيح. وكذلك ورد موقوفا عن ابن عباس وغيره عن ابي هريرة صلى في مسجد الخيف 70 نبيا كلهم مخطمين بالليف يعني رواحلهم. هذا الذي ورد، هذا الاسناد الصحيح الذي يحتج به. هداك الله عز وجل. تقول قبر فيه. الثالث أن هذه الروايات الرواية فيها التي ذكرت فيها إبراهيم ابن طهمان، وهذا يروي المناكير، تفرد بأشياء خولف فيها ولم يتابع عليها، ولذلك قال ابن عمار إبراهيم بن طهمان ضعيف مضطرب الحديث. وقال ابن حبان في الثقات 627 أمره مشتبه، له مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء، قد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات. العجيب في الأمر أنه لا يستقيم أن يتتابع دفن 70 نبي مع كثرتهم إلا أن يكون مسجد الخيف مقبرة، كلهم يقبرون في مكان واحد، إذا مقبرة وليس مسجد. فإن كان هذا الأمر في مقبرة تحوي النبي وغير النبي، المسلم والمشرك، هذا أيضا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش قبور المشركين في موضع مسجده في المدينة. فلو كان الأمر كذلك لوجب أن ينبش صلى الله عليه وسلم قبور المشركين، فهل فعل؟ كذلك يلزم من قولك أنه موجود أنهم هؤلاء 70 بقوا في مكة بعد حجتهم وقعدوا هناك حتى وافتهم المنية، والعادة تحيل ذلك، وتحيل أن يتفق ذلك 70 يموتون وفي مكان واحد ولو على مراحل وكلهم ينزلون في مكان واحد.
والأعجب من ذلك إذا قلنا بهذا القول نقول إن بقي في مكة أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم غير إبراهيم وابنه، وهذا ما ثبت. أتحداك تثبت أن يكون في مكة أنبياء بعد إبراهيم غير إبراهيم وإسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح وغير معروف. وفي حديث أبي سفيان لما سأله هرقل قال وسألتك هل هذا القول أي نبوة؟ قال هذا القول أحد قبله؟ فأجبت لا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قيل قبله، يعني من الأنبياء. يا القناص يا ميثم توقفوا ولا اخرجوا. طيب الأمر الأخير، لو أننا قلنا أن هذه القبور موجودة، لو قلنا أن هذه القبور موجودة، وينها القبر؟ إذا اندرس، إذا لم يكن موجودا ظاهرا للناس يعني زال به الإشكال، إذا أن العلة هي التعظيم، خشية التعظيم. أعيد وأكرر يا جماعة، الرجل أقبل أن يحاجني بكلام الله، كلام الرسول، كلام علي، كلام الحسن، كلام الحسين. الرجل ما عنده شيء، ما عنده شيء. تاريخ مكة قال الحاكم هات التصحيح لهذه، عمر وضع قسطاط على قبره قال هات الإسناد وأثبت. وأما الوهابيون هدموها، الوهابيون أقول لك النبي ما بناها، النبي ما بناها، الصحابة ما بناها، أهل البيت ما بنوها. شوف من بناها بعدين تحاكم إليه. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أريد نهرج، ها أنت المفروض أنت تذكر من مصادري. والله العظيم أعطيتك الرابط باب كامل، ها، وما راح أرد لا تخليني أطلع عن موضوع. زين، ما راح أعطيك روايات من كتب الشيعة، أعطيتك الرابط وافتح باب كامل. زين تمام. بعدين أنت ليش تتهرج؟ عطنا دليل أن الشيعة يحللون. ليش ما ردت على علمائك؟ زين ليش ما ترد على الذهبي الآن؟ الذهبي في تاريخ الإسلام في جزء 49 في صفحة 246. زين انت الآن تتكلم كلام إنشائي بكيفك. زين صفحة 246، وهذا هو الرابط يا إخوة. اسمعوا، يقول في ترجمة محمد بن شكران: محمد بن شكران بن أبي السعادات بن معمر القدوة، بقية السلف، شيخ العراق، أبو الفقراء، مات في 9 شعبان سنة 7، فدفن برباطه بناحية الخالص، وبني عليه قبة عالية، ولم يستنكر الذهبي. وهذا شيخ الإسلام القدوة، وبني عليه قبة عالية. لا تقول لي أجيب مصادرنا يا أخي، أنت مو شغلك، أنت جيب من كتبنا وأنا أعطيك من كتبك. زين أعطيتك الرابط، افتح فيه موجود لما موجود، خلنا نقرأ من كتبنا. بعدين راح أعطيك روايات عديدة أن هناك عدد من الأنبياء في مكة. الآن بعطيك الآن. زين، وكذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، زين، في ترجمة الباجي: العلامة القدوة قاضي الجماعة أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن المحدث الأندلسي أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة الخمي الباجي ثم الأشبيلي المالكي، من بيت كبير شهير، واللي خطابة إشبيلية زمانا، ثم استقضاه العادل عليها، ثم أضيف إليها قضاء الجماعة في أول مدة المأمون، فلم يطول إلى أن قال روى عن أبي، وإلى ماذا قال: ومات عقيب حجه بمصر سنة 35 و600، وشيعه وتبركوا به، وبنوا عليه قبة في يوم واحد، وبنوا عليه قبة في يوم واحد. زين، لم يستنكر. تفضل، هذا أكبر علماءكم يبنوا عليهم قبب. ها تفضل، هاي الرابط. بعد